السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة حلويات إيمان. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله، نتوما وليداتكم وعائلاتكم وكل ما عز عليكم. الاقتراحة والوصفة ديال هذا النهار غادي تكون ديال واحد الكيك عادي، ولكن مذاقه لا يعلى عليه صراحة. كيك رائع جدا. تبعوا معايا المقادير والطريقة حتى للتالي. بسم الله على بركة الله نبداو. ما دوزتش المقادير هنا بالعرض الباطي، بديت نيشان وانا كنخدم وكندوز لكم المقادير باش ما يطولش الفيديو. المهم 5 ديال البيضات وكاس ديال سنيده. المقادير الاصليين اللي كندير ديما في هذا الكيك تندير 4 البيضات، غير كانوا عندي 5 ما بغيتش نخلي ديك الوحده بوحدها قلت نزيدها في الكيكه. هذا ما كان. المهم كنخدموا البيض وسنيده بالضراب اليدوي او الخلاط الكهربائي، المهم اللي بغيتو، اي طريقه. المهم اي حاجه ضفتوها دائما خدموها مزيان. من بعد غادي نزيد واحد الكاس ديال الزيت. صدقوني الصراحه هاد الكيكه، ما انا شخصيا منين بغي ندير شي كيكه للدار غادي ندير غير هاد الكيكه، هذه هي اللي غادي تكون معتمده عندي، وراه ما نقلتها من حتى شي قناه ولا شي واحد عطاني المقادير ولا انا درتهم، غير درتها غير عفويه هكا. قلت واحد النهار عندي رايبي موجود في الثلاجه، قلت نجربها وجربتها وصدقات احسن كيك خدمته، احسن كيك كليتو، احسن كيك جربته صراحه. فكرني غير بيامات بيامات القرايه فاش كنا تنشريو واحد الكيكه ديال زمان اللي تتجي فازكه بحال لا جينواز. راه ما بقاتش كدور دابا، واخا تبغي تشريها كاع ما تلقايها. ايوا فاش درت انا هاد الكيكه شبهات لي فيها وعجباتني في المذاق ديالها، ومهم نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. المهم هاد الكيكه، هاد الكاس د الزيت منين نخدموه مزيان غادي نضيفو 2 حكاك ديال رايبي. هادو هما المقادير. ما درت لا قشور د الحامض لا قشور د الليمون لا حتى شي نكهه، اكتفيت غير بهذا الشيء. ما درتش الخل، ما درتش الكونفيتور جاري ديال الحلوه، مقادير مغايرين للمقادير اللي كنحط في القناه. صافي غادي نبقى نزيد الطحين ونزيد 2 خمارات ونبقى نزيد الطحين بشويه بشويه حتى ينسجم ليا الخليط. صافي الفران الا بغيتو تشعلوه من الاول شعلوه، بغيتو تخشيو الكيكه ديالكم والفران بارد ماشي مشكل. انا راه سخنت الفران ودرت الكيكه ديالي، الطريقه اللي تندير ديما في اي كيك، وتيبقى داك الشيء على حسب النوعيه ديال الفران. صافي الخليط والقوام ديال الكيك راه باين. ما تكتروش بزاف الطحين باش هكا الكيكه ديالكم تخرج لكم مهويه وخفيفه، وعاوتاني ما تجريوهاش بزاف باش ما تهبط لكمش في الفران. صافي المول دهنته بشويه الزبده ودرت الفينو كما قلت لكم او السميده الرقيقه ديال الحلوه، حيت هما اللي ما كيخليوش ما كيلصقوش في الكيك. انا كيعجبني نزوق الكيك على الوجه التحتاني ماشي الفوقاني، كما شفتوا في اول الفيديو بحال هكا. ها هي مني طابت تذهب اللون ديالها وعطات واحد اللون ما شاء الله رائع الصراحه، وراه مازال سخونه. راه ديتها للكوزينه الفوق باش هكا تبان لكم، باش تبان لكم حيت البلاصه مضويه ماشي بحال التحت. صافي درت شويه د الناباج وزوقتها. تزيين كيبقى على حسب الاختيار. صافي غادي ندير شعريه شوكولا مع شويه ديال المهم لي فيغميسيل وشويه د الكوك. صافي هذا هو التزيين اللي درت ليها، وها نتوما غادي تشوفوا غير من خلال الطريقه ديال التقطيعه. الكيكه تبارك الله ما شاء الله تتلعب غير بوحدها وخاويه من الوسط ومهويه. نتمنى ان شاء الله لاقتراحنا الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من الدعم والبارطاج وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. الى اللقاء في فيديو اخر.